اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ناصح وعارف. انا ناصح وهو عارف جاي كمان شويه. معانا النهارده شخصيه عظيمه، شخصيه مرموقه بتجاوب على الاسئله كده زي السكر ايه في الشاي. حاجه مشرفه. بابا لما يشوف الحلقات دي هينبسط بيك جدا. في سؤال احنا عايزين نساله لك النهارده، بما انت راجل عظيم. الوهيه الرب يسوع واضحه كده؟ طب انا مش فاهم يعني ايه الوهيه. يعني ان الرب يسوع اله. متاكده؟ قول. لا انا مش هقول، انت انا هتقول. مش عارف انت مش عارف يعني ايه الوهيه. ما خدتهاش خالص. لا مش فاهم يعني ايه طب الجمله اساسا. اضيف لك كلمه كمان يمكن تعرف. ماشي. يعني ايه الوهيه الرب يسوع؟ ها سهله ايه؟ خالص. خالص. ينفع تفهمها لي طيب يعني ايه الهيات الرب يسوع؟ يعني الرب يسوع اله ولا مش اله؟ اله. حلو يعني؟ اه تمام. طب ازاي نثبت ان الرب يسوع جه من السماء على الارض؟ ها سهله اهي. هو الرب يسوع اتولد وفضل على الارض لغايه ما كبر ومات. السؤال بيقول وقام ايه اللي تاني. يثبت؟ لازم يبقى معاك دليل. معيش دليل. معاكش دليل. الدليل نسيته في المدرسه. الكتاب المقدس. ايه اللي يثبت في الكتاب المقدس؟ مكتوب الانكار جوه. مش هيفيدك. ايه اللي يثبت؟ ان هو مكتوب جوه الكتاب المقدس ان ربنا قال للناس ان هي تكتب الكتاب المقدس، ودي حاجات حقيقيه. اللي هو اتولد ايه اللي يثبت ان هو اتولد على الارض يعني؟ نزل كان موجود وعمل معجزات. انت كنت حاضر ساعتها يعني؟ لا امال ايه؟ الكتاب المقدس هو اللي بيقول كده. حلو، يبقى انت عندك مرجع هو الكتاب المقدس. شفناه تحت. انت شفته؟ لا ما تقولش الناس شفته. شافته. الناس شافته؟ اه. تعرف حد شافه؟ كل الناس اللي كانت عايشه ساعتها. تعرف حد اليومين دول شافه؟ لا. خالص. هو الرب. يعني ايه اللي جابه من السماء؟ لا هو جه، احنا عارفين انا وانت عارفين ان هو جه. ايه اللي يثبت بقى ان هو جه؟ عندك اي اثبات؟ معاك دليل قطع؟ الناس شافته. ايه اللي يثبت ان يسوع هو الله؟ المعجزات. يعني بفكر. طب فكر بس، الاسبوع هيخلص واحنا قاعدين مع بعض كده. هو اله عشان مش بيعمل خطايا. بس كده يعني؟ انا لو عملتش خطايا ابقى اله؟ ايه لا عشان هو بيعمل معجزات. مكتوب كده في الكتاب المقدس. برضه مكتوب في الكتاب المقدس. ايه اللي يثبت صحه الكتاب المقدس؟ ان هو مكتوب جوه الكتاب المقدس، ربنا قال للناس تكتبه، فاكيد دي حاجات حقيقيه عشان ربنا هو اللي قالها. اتصلب على الصليب ومات، ان هو قام تاني وصعد للسماء ده اللي يثبت ان هو الرب يسوع هو الله. اه تمام. وعمل معجزات. اللي هو بيعمل معجزات عشان هو اللي كاتب الكتاب المقدس اصلا. انت ايه وجهه نظرك ان الرب يسوع هو اله؟ هل انت مع الراي او مع ضده؟ لا مع الرب. دي حاجه حقيقيه معقول؟ وبجد. اه هو بس اللي قدر يعمل المعجزات دي. هل الكلام ده بالنسبه لك كافي يعني؟ هو اله عشان هو اللي علمنا كل حاجه وعمل معجزات وشاف ناس. انا اسف لقطع كلامك، هو يعني ايه اله؟ اله حاجه بنعبدها. ماشي. انا كلامي يفهم. لا انا اقدر اقول ان كلامك غلط. انت راجل محترم، انت يعني كفايه انك سايب دراستك وجاي تتكلم معانا يعني. يعني حد احنا بنعبده. يعني ربنا صح؟ وايه تاني؟ بس كفايه كده النهارده، ما تتعبيش نفسك. يعني ملك. ماشي عشان خاطرك انت بس يا بتول. هو في حد ورايا انت عماله تبصي؟ عشان انا مش شايفك وش عماله تبصي على حد ورايا. تمام يعني. طب ايه اللي يخلينا نصدق ونثق ان هو اله ونصلي له ونعبده؟ عشان هو عمل معجزات كتير قوي. عشان احنا بنحبه وهو بيحبنا وقرينا في الكتاب بتاعه يعني انت شفت ايه حلو عشان خاطر تثق في ايه؟ في الرب يسوع ان كاله؟ انا اتولدت وهو اللي ولدني، يعني هو اللي جايبنا على الارض. يعني صعد للسماء، مات على الصليب، قام تاني من الموت. فهو يعني هو بيورينا كل ده عشان نؤمن بيه. ان هو كان بيصلي وبيعلمنا الصلاة وكده. كل واحد بيآمن ان انت تآمن، دي حاجه بتخصك انت واختيارك انت. خليكي معايا دلوقتي. هو اله، المفروض كان يتولد امير، سفير، وزير عشان نقدر نقتنع ان هو اله. حصل الكلام ده؟ لا. ما حصلش. ازاي نصدق بقى؟ هو اتولد في مزود عشان كان ليه سبب، ان هو ما كانش عايز ان هو يكون متفاخر بنفسه. هو كان ملك، بس هو لما اتجسد هو كان بسيط جدا، وهو كان عايز يبين الاله كمان بيحس بيكو لما هو اتولد في مزود. انت عارفه ان انت شاطره جدا؟ شكرا. بتكلم بجد. لا ما هو عايز يبين ان هو اله عظيم اتولد في مزود بقر، عشان عايز يبين لما يبقى ملك ازاي اتولد في مزود بقر وكبر بقى ملك. طب وينفع يبقى اله يتولد في مزود بقر كده؟ قلت لك كذا مره. هو عايز يبين ان
ان هو اله عظيم. انا حاسس ان انت بتشرح لي بس انا مش فاهم يعني، حاسس ان انت مش مبسوط مني يعني. لا هو نزل كبني ادم عادي، بس انا مش عارف لماذا. هو اتولد فين صحيح؟ في مزود، ايه يعني ايه مزود ده؟ حاجه بعيش فيها الحيوانات، حته كده صغيره. صغيره ولا كبيره؟ صغيره. لا انت هايل، انت شاطر جدا وعارف حاجات انا ما كنتش اعرفها. لا هو عمل كده عشان يعلمنا التواضع. تواضع. اختار يبقى بتاع ربنا. انسان زينا عادي خالص. عشان يعرفنا بس وطلع تاني. انت جاوبتي على كل الاسئله اللي انا ما سالتهاش وكلها صح، برافو عليك. بعد ما نخلص تروحي تتكلمي مع المخرج عشان خاطر انا متخانق معاه فهتقولي له ماشي. ننهي الحلقه تساليه على الصور دي عشان انا مش عارف هي صور مين. الى اللقاء في حلقه قادمه وان شاء الله مع شخصيات جديده كلها. قولي له عشان اتخانقت خلاص مش قادر اكمل البرنامج ده. قومي اتكلمي معاه. ليه مش قادر اكمل؟ اهو اسمه سامي قاعد ورا، مش هشاور لك عليه عشان هو ما ياخدش باله. قومي يلا. معرفوش. ايه اللي يثبت ان رب يسوع هو الله؟ ايه اللي يثبت لنا ان رب يسوع اللي الكتاب المقدس اتكلم عنه وعاش وسطينا على الارض هو الله؟ ده سؤال جميل جدا. اجابته بمنتهى البساطه عشان نعرف اذا كان رب يسوع هو فعلا الله الظاهر في الجسد ولا لا. تعالوا نشوف الرب يسوع عمل ايه. اول حاجه الخلق. الخلق هي صفه من صفات الله بس، مفيش حد بيخلق غير الله. طب هل الرب يسوع خلق وهو على الارض؟ الرب يسوع هو على الارض كان في واحد مولود اعمى ما عندوش عينين، الرب يسوع عمل من الطين عينين ليه. فبما ان الرب يسوع خلق يبقى الرب يسوع هو الله، لانه خلق عينين من الطين. زي ما ادم اتخلق من الطين، الرب يسوع عاد القصه دي تاني وخلق عينين من الطين. تاني حاجه تثبت لنا ان الرب يسوع اللي كان معانا على الارض هو الله الظاهر في الجسد، اقامه الاموات. الرب يسوع قوم اموات كتير، لكن المكتوبين عندنا في الكتاب المقدس وقصصهم معروفه لينا ويمكن نكون اخذناها في مدارس الاحد: اقامه ابنه يايروس، واقامه ابن ارمله نايين، واقامه لعازر من الموت. الرب يسوع قوم ناس ماتت، قوم لعازر بعد 4 أيام. قامه الاموات ان واحد يكون ميت ويقوم محدش يعرف يعملها غير الله نفسه. كمان حاجه تاني، الرب يسوع قوم نفسه من الموت في القيامه. الرب يسوع بعد الصليب بعد 3 أيام هو اللي قوم نفسه من الموت. فدي حاجة تدل على ان رب يسوع هو الله اللي كان وسطينا على الارض. ثالث حاجة تثبت ان رب يسوع هو الله انه غفر الخطايا. كلمة غفران الخطايا معناها انه حد غلط في حق الله والله سامحه. محدش يقدر يغفر خطية حد غفران بتاع الله غير الله نفسه. رب يسوع قال للمفلوج اللي 4 اصحابه نزلوه من السقف، قال له مغفورة لك خطاياك. محدش يقدر يغفر الخطايا غير الله. يبقى رب يسوع هو الله الظاهر في الجسد. رابع حاجة تثبت لنا ان رب يسوع هو الله الظاهر في الجسد، انه رب يسوع هو على الصليب قال للص اليوم تكون معي في الفردوس. معناها ايه؟ معناها ان اداله حياة ابدية، قال له النهارده هتكون في السماء. محدش يقدر يدي حياة ابدية او يدخل حد السماء غير الله. فيبقى رب يسوع هو الله الظاهر في الجسد. خامس حاجة بتثبت لنا ان الرب يسوع هو الله القداسة. الرب يسوع قال كده: من منكم يبكتني على خطية؟ يعني من الاخر كده مين فيكم يعرف ان انا غلطت او عارف حاجه غلط انا عملتها او ان انا عملت خطيه؟ الرب يسوع كان انسان زينا لكنه بلا خطيه، ما عملش ولا حاجه غلط، لا هو صغير ولا هو كبير. الرب يسوع ما اخطاش، الرب يسوع ما عملش خطيه زينا، كان بلا خطيه. ودي حاجه مستحيل تكون عند الناس، ان يكون قدوس. يعني ايه قدوس؟ يعني ما فيهوش ولا غلطه، ما عملش ولا خطيه في حياته. كلنا عملنا خطايا، الوحيد اللي ما عملش خطيه خالص هو الله. يبقى الرب يسوع هو الله الظاهر في الجسد. سادس حاجه تثبت لنا ان رب يسوع هو الله الظاهر في الجسد: معجزاته وسلطانه على الطبيعه. مين فيكم يقدر يروح يقول للبحر اسكت فالبحر يسكت، او يقول للهواء الشديد اللي بيجي في الشتاء ده اسكت ما تعملش صوت تاني ويسكت؟ محدش. لكن الوحيد اللي كان عنده سلطان على الطبيعه هو الرب يسوع. الوحيد اللي مشي على الميه هو الرب يسوع. الوحيد اللي خلى 5 ترغيفة وسمكتين أكلوا 5000 واحد هو الرب يسوع. الله هو الوحيد اللي ليه سلطان على الطبيعة لأنه هو اللي خلقها. فدي حاجة تثبت لنا أن الرب يسوع هو الله الظاهر في الجسد. من المهم أنك تعرف أن احنا بنحتفل بميلاد الله الظاهر في الجسد. الكتاب المقدس بيقول لنا: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد عشاني وعشانك. ميري كريسماس.